واش عمرك فكرتي علاش كنعطيو الصداق؟ واش هو ثمن باش نشريو العشره ولا هو مجرد عقد كنعمرو به الورقه وصافي؟ بزاف ديال الناس اليوم ولاو كيشوفوا الصداق كانه سباق، اللي عطى اكثر هو اللي واعر، واللي بنته تشرطات اكثر هي اللي غاليه، ولكن الحقيقه بعيده بزاف على هذا المدار اللي ولينا كنشوفوا في مواقع التواصل. الصداقه سيدي في الاصل هو تكريم للمراه، هو هديه رمزيه كيعبر بها الرجل على الصدق ديالو في الرغبه انه يبني اسره، وداكشي علاش تسمى صداق، جاي من الصدق ماشي غرامه وماشي كاشي ديال البيع والشراء. كاين اللي كيقول لك خصني نطلب مبلغ خيالي باش نضمن حق بنتي، باش الا وقع مشكل يلقى راسو غاق وما يقدرش يطلق. واش بصح الفلوس هي اللي كتشد الراجل؟ شحال من وحده تزوجات بصداق في الملايين وما لقاتش الراحه، وشحال من وحده تزوجات بخاتم ديال النقره وبركه قليله وعايشه في قمه السعاده. القيمه ديال المراه ما عمرها كانت بالرقم اللي مكتوب في الصداق، القيمه ديالها في اخلاقها، في التربيه ديالها، وفي الموده اللي غتكون بينها وبين الراجل. من جهه اخرى كاين الشباب اللي كيتشكاو من غلاء الصداق. هنا خصنا نكون واقعيين، الصداق خصو يكون على قد الجهد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الراجل خصو يعطي شي حاجه اللي كتشرفه وكتشرف الزوجه ديالو، بلا ما يدخل في الكريديات اللي غتخليه يبدا حياته الزوجيه وهو مخنوق ومهموم. راه البركه في القله، واحسن صداق هو ايسره، هو اللي ميسر، كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المشكل الحقيقي كيبدا ملي كيدخل الناس في الخط، فلانه عطاوها قد وخد، بنت خالتك دارت العرس في قاعه. هذه المقارنات هي اللي كتسد ديك الفرحه وكتخلي الصداق كيولي عبء مادي ونفسي. خصنا نرجعوا للاصل ونفهموا باللي الصداق حق للمراه، هي اللي كتقرر فيه وهي اللي كتعرف ظروف الراجل اللي اختارت تكمل معاه حياتها. وفي الختام هذه واحد الرساله لكل اب وام: بنتكم جوهره ما تقدرش بالثمن. سولوا على دين الرجل، على خدمته، على كيفاش كيعامل والديه، هادشي هو اللي كيضمن المستقبل ديال بنتك، ماشي شحال غادي يحط في الصداق. ورسالتي لكل شاب: الصداق ماشي هو شراء للزوجه، هو ميثاق غليظ خصك تعطيه بحب وبطيب خاطر على قدر الاستطاعه ديالك. وفي الاخير الصداق كيبقى رمز، والمهم ما وراء ذلك الرمز: الموده والرحمه والاحترام المتبادل، هما الصداق الحقيقي اللي كيدوم العمر كامل. اما الفلوس كتمشي وتجي، والذهب كيتخبع في القجر، ولكن الكلمه الطيبه والعشره الحسنه هي اللي كتبني البيوت وكتخليها واقفه وصامده قدام كاع العواصف اللي كيجيو في الطريق. تهلاو بعضياتكم وخليو التيسير يكون هو العنوان ديال البدايه ديالكم، حيت اللي بدا بالبساطه والنيه الصافيه ربي ديما كيسخر ليه